أو تغيب على الأقل العلماء لم يكونوا في صدارة المشهد السياسي، بل عنصر التأثير ربما في كثير من المواقع، وخاصة منطقتنا ليس هنالك تأثير. مثلا الآن تجد أن الكنيسة لها تأثير في المنطقة أكثر من المكون المسلم. للأسف الشديد الواقع عندنا في القرن الأفريقي تحديدا هنالك تفكك في البنية المسلمة، وليس هنالك حالة من التوحد والاعتصام والترابط والمؤسسية ووجود مرجعية جامعة للمسلمين. للأسف الشديد حتى لو افترضنا أنها هنالك بلدان يفترض في كل بلد تكون هنالك مرجعية، ثم مرجعيات هذه البلدان تشكل فيما بينها عوامل أيضا للترابط لتؤدي إلى حالة من السلم وحالة من الخير وحالة من ظهور الحق في المنطقة. مسألة اللجوء وما ينتج عن الحروب بشكل عام يتطلب تعاملا إنسانيا، والتعامل الإنساني أن تحرص على توفير المسكن وتوفير المأكل وتوفير المشرب والأمن على الحياة، وأن يصل هذا الإنسان إلى المكان الذي يريد، يعني يشعر فيه بالأمان. هذا على كل الآن تنص عليها كل قوانين الأمم المتحدة، وتقوم الآن الأمم المتحدة مثلا بهذا النوع لكن نحن أيضا كشعوب موجودة في المنطقة قد لا تكون والله الأمم المتحدة قادرة على القيام بكل ذلك، ولا كل الناس أيضا يدخلون إذا مخيمات الأمم المتحدة، فبالتالي يتطلب الناس في هذه المراحل أن يقفوا مع بعضهم البعض، وأن يساندوا بعضهم البعض، وأن يسعفوا بعضهم البعض، وأن يحرصوا قدر الإمكان تجنيب الناس يعني الموت. أحيانا قد يكون إنسان يفر من الموت ويخرج من الديار هربا ويموت بعد ذلك بالجوع وبعدم الأمان وبعدم السلام. فهذه على كل تتطلب إن شاء الله جهود من شعوب المنطقة ومنظمات العمل الخيري فيها. طبعا في الداخل في إشكال كبير في إريتريا، مع أنه طبعا حتى هذه اللحظة المؤسسة الدينية التقليدية التي مثلت في يوم من الأيام حالة دينية وحالة أشبه بوجه سياسي معارض في ظل الاحتلال البريطاني والإيطالي، وهو المفتي عليه رحمة الله، لم يكن وجها دينيا فقط، بل كانت حالته أقرب إلى أن والله المسلمين إلى حد كبير كانوا ينظرون إليه بأن ما يقوله هو في كل القضايا معتبر، ما يقوله في الشأن الديني معتبر، وما يقوله في الشأن السياسي أيضا كان معتبر. وخلف حقيقة هذا الرجل ثروة عظيمة جدا من الناحية العلمية والمواقف التاريخية. يعني مسلمي المنطقة عليهم أن يكرسوا ثقافة أنه كيف يستطيعوا أن يتعايشوا في هذا الإقليم، واللحظة التي تنشأ فيها حالة السلام، التعايش السلمي والتنقل والحريات والحقوق المشتركة وبناء نظام سياسي يستوعب دويلات أو دول القرن الأفريقي، حينها ستجد أن الكتلة المسلمة حجمها الحقيقي سيظهر، وستكون إن شاء الله الفاعلة. جميل.